السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنعمل رز بلبن، بس ايه بقى؟ مش اي رز بلبن، هنعمل رز بلبن بطريقة اشهر المحلات، وكمان كريمي وجميل جدا وجوسي. بصوا عاملين ازاي، طريقة سهلة وبسيطة جدا. وبس قبل ما نبتدي الطريقة بتاعتنا، ولو اول مرة لسه بتشوفوني تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا بقى نشوف احنا هنعملها ازاي. اول حاجه طبعا نجيب، انا هستخدم كيلو رز. الكيلو نغسله كويس قوي زي ما انتم شايفين ونصفيه، وبعدين نحطه في الحله بتاعتنا بالشكل ده. بعدين نحط الميه على النار، بعدين نكمل بقيه الكميه. احنا عايزين نسلق الرز بتاعنا، نسلقه كويس قوي، مش عايزين نبقى فيه العضه اللي بتبقى موجوده في الرز دي. احنا عايزينها تستوي كويس قوي 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 زي ما يكون هناكلها بالظبط. نسيبها كده على النار، نحط ميه كده معقوله لسلق الرز، ونسيبها لغايه ما تتسلق معانا كويس. زي ما انتم شايفين اهو الرز بتاعي استوى خلاص. احنا بقى هنبتدي نضيف اللبن بتاعنا والمكونات بتاعتنا. انا هضيف لكيلو رز 4 كيلو لبن. انا طبعا مسخنه اللبن، دفيته بس. بعدين نقلبه تقليبه كده. انا طبعا مهديه النار عليه. طبعا نتاكد ان مفيش اي حاجه لازقه في قعر الحله عندنا، ومفيش اي حاجه اهي. نبتدي بقى ايه، نضيف السكر بتاعنا. انا بضيف السكر بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. انا هضيف 1.5 كيلو سكر على كيلو رز على 4 كيلو لبن. اهو النص التاني اهو. طبعا اللي يحب يحط كيلو واحد سكر مفيش مشكله، طبعا حسب التحليه اللي نحبها. نبتدي بقى نقلب السكر بتاعنا لغايه ما يدوب فيه. طبعا ما ننساش واحنا نضيف كوبايه جوز هند اهو زي ما انتم شايفين اهو مجروش. نضيفه ده طبعا اختياري، بس هو بيدي نكهه وطعم جميل جدا. ومعاها رشه معلقه كبيره فانيليا، ونقلبها بالشكل ده. بجد هيدي نكهه وطعم جميل جدا، وهيبقى زي المحلات اللي احنا زي الرز اللي احنا بنشتريه من المحلات بالظبط. نفضل نقلب كده ونسيبه شويه على النار. وطبعا ما ننساش بقى المكون الرهيب ده بيخلي الرز بلبن في حتة تانية خالص، وبيبقى احلى كمان من اللي احنا بنجيبه في المحلات. احنا هنجيب كوباية كبيرة كريمة خفق اللي هي كريم شانتيه. طبعا هنجيبه بقى السايب، هنجيبه من باكو، من دريم، اي حاجة بجد هيبقى تحفة. طبعا اللي عايز يعمله من غير الكريمه هيعمله، بس بجد بجد اللي عايزها يبقى زي اللي بره بالظبط، يعمل الخطوات زي اللي انا عملتها بالظبط. هتبقى بجد من اطعم واشهى مره ممكن تكوني عملتي فيها الرز بلبن بتاعي. هو قدامكم كده اهو، نفضل نقلب فيه، هيبقى بجد حلو حلو معانا وهيدوب خالص. نقلب كده باستمرار زي ما انتم شايفين. خلاص دي بقى اخر مرحله احنا ممكن نحط فيها، نضيف فيها بقيه المكونات. المكون بتاعي انا جبت معلقتين نشا. هو خلاص احنا كده في المرحله النهائيه. احنا جبنا معلقتين، انا حطيت بالظبط 5 معالق نشا، وقلبتهم في كوبايه لبن زي ما هو، وحطهم هنا كده. لازم نكون كوبايه اللبن بارده، ما تكونش سخنه. ونبتدي نفضل نحطها كده، وبعدين نقلب بقى بشكل مستمر. نقلبها لحد ما تاخد وتدي معايا في معلقه النشا، مع كام معلقه نشا اللي انا حطيتهم دول، لحد ما يبقى القوام بتاعي كريمي على نار هاديه خالص. ونبتدي بقى ايه، نحط في الاطباق بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده الرز بتاعي بقى زي ما انتم شايفين اهو، جوسي وكريمي خالص وجميل جدا زي اللي احنا بنجيبه من المحلات بالظبط. احنا بقى هنبتدي نغرفه في الاطباق بتاعتنا، وبألف هنا وشفا. ولو اول مره لسه بتشوفوني متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.